بصوا، الطلب ده طلب مني كتير قوي. وحسسوني ان هو سر قومي، وهو مجرد طعمية، اللي هي طعمية عادي، طعمية. بس كل اللي اكل الطعمية بتاعتي على طول يقول لي انتي عاملاها ازاي، حاطة فيها حاجة، مكون معين مخليه طعمه وريحته عاملة كده. صدقوني انا مش حاطة فيها حاجة، هو سبحان الله يعني ربنا يعني بيرزق كل واحد. بس انا بجد من كتر ما انتوا بتطلبوها مني، فانا ان شاء الله هقولها لكم، ورزقي ورزقي على ربنا. هي كل الحكاية ان انا بعمل ميكس ما بين الفول المجروش او الفول المدشوش وما بين الحمص. ايوه، الفول المجروش والحمص. طبعا انا بنقعهم ليلة كاملة. يعني انا لو حطيتهم بالليل بشتغل الصبح، لو حطيتها الصبح بشتغل عليها بالليل، عشان الحباية بتاعتها تنفش وتبقى حلوة. طبعا بغسلها كذا مرة لغاية ما المية بتاعتي تبقى نظيفة كده. وطبعا لو لقيت اي حباية مش كويسة برميها. طبعا ده بعد التنقية. المية لازم تكون عندي شفافة عشان اتأكد ان الفول هتتشرب مية كويسة، ومش هيبقى فيها النشا الكتير او البودرة اللي بتبقى محوطاها. طيب دي كده اول حاجة. طيب، في بس جزء من الفيديو اتحذف مني، فانا هقول لكم سريعا انا بعمله ازاي. طيب، اسهل طريقه لعمل الطعميه هي بالنسبه لي الخلاط مش الكبه. الكبه بتاخد وقت طويل وبهدله، لكن الخلاط منجز جدا. انا باخد الكميه دي وبضربها في الخلاط مع حبه الميه، بنفس الميه بتاعتها اللي اتنقعت فيها، وبحط فيها قرن من الفلفل، واحده من الفلفل الرومي، بصلتين من اللي هما البصل الاخضر بالفروع بتاعتهم، لاني ساعات ما بلاقيش الكرات، لو لقيت الكرات بيبقى حلو قوي، تاخدي منه حبه صغيرين، وحبه من الكزبره، فصين فقط لا غير من الثوم، لا اكتر ولا اقل. احنا ما بنطبخش، وكل ما قللتي الخضره كل ما الطعميه بتاعتك هتطلع حلوه ومورقه. دلوقتي انتي ضربتيهم خلاص في الخلاط. هتجيبي بقى مصفى وتصفيها حلو قوي، وهتنزلي الميه كل السوائل اللي فيها، وهتتخلصي منها. هيبقى عندك الخليط. هقولك بقى هتعمليه ازاي. دلوقتي احنا صفينا الخليط، وبقى عندنا زي الكريمه، بقى حلو قوي، وبقى كده زي الخليط بتاع الطعميه. هبدأ بقى اشيله في الباكيتات على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. هاخد بقى منهم باكيت اللي هشتغل بيه وهبدأ اكل بيه. معلش الفيديو بيتعاد المره التانية بس عشان ما كفاش في الفيديو الاولاني. هاخد بقى الباكيت من الباكيتات اللي انا عملتهم اوريدي وفرستهم في التلاجة من غير اي توابل محطوطة، لانك وانس حطيتي فيهم التوابل وحبيتي تاكليها مرة تانية هتغير لك طعم الطعمية. فاحنا ما بنحطش التوابل غير في وقت القلي بس. طيب، في وقت القلي بنحط حبة صغيرة ذرة كده من البيكنج صودا، او البيكنج باودر لو متوفر، اي حاجة من الاتنين، بس ذرة صغيرة قوي عشان ما تمرركيش الاكل. وهتحطي رشة من الفلفل الاسود، ورشة صغيرة قوي من الكمون، ورشة من الكزبرة، حبة كده حلوين من الكزبرة. وبس كده فقط لا غير، هما دول التوابل اللي بتتحط فيهم. ومن على الوش بحط حبة من السمسم. في بقى مكون سحري انا بحطه، او مش مكون سحري ولا حاجة، بس انا المكون ده بحب احطه بصراحة. هي بضاية واحدة، يعني انا طلعت الباكت بتاعي، هحط بس عليه بضاية واحدة بس، وهضربهم كلهم كده مع بعض اكني هعمل زي العجة، بس هي بداية واحدة، مش كذا بيضة، هي بداية واحدة بس، نخلي بالنا. وهبدأ بقى احمره في النار، ما بقلبش خالص الطعمية غير لما تحمر من القاع، يعني تحمر القعدة بتاعتها الأول، وبعد كده أبدأ أقلبها. لأنك انت لو حطيتيها وبدأتي تقلبيها هتفك منك. فانت لازم تصبري عليها لغايه ما تحمر. اول ما تحمر ابدأي بقى يا ست الكل، ابدأي قلبيها. مجرد بس بتاخد اللون الذهبي الجميل ده، القمر دوت، بس بتلاقي اصلا ريحتها مفحفحه اصلا في الشقه. وبيبقى كل الاولاد بيبقوا رايحين جايين، ماما خلصتي، ماما خلصتي، ماما خلصتي. حبه بقى سلطه كده حلوين، السلطه بتاعتنا السلطه البلدي، حبه من الطحينه، اعملي سندوتشاتك وبألف هنا. والله القرص الصغير اللي انتوا شايفينه ده بشتريه ب2 جنيه الواحد. انتوا متخيلين؟ ب2 جنيه لو